يا عم كولر، هي الرجاله هتقعد تلف الكرة من اليمين للشمال ولا اللي بتلف في صينيه كنافه نابلسي كده طول الماتش ولا ايه؟ مفيش اختراقات من العمق، مفيش كور ثابته، مفيش اي حاجه جايه من ناحيه الرجاله. ما تشوف لنا حل كده. اهلا يا عم. محتاج افهم سر العقم الهجومي اللي عند اللعيبه ده، والله مش لاقي سبب ان الاهلي طول الماتش تقريبا مش عارف يشوط كرة بين الثلاث خشبات. الهاني سليمان تقريبا طول الماتش مفيش كرة صعبة شالها، كلها عرضيات بتتلعب من اليمين تعدي الناحية التانية في الشمال، والشمال تعدي الناحية التانية في اليمين، وكان الله بالسر عليه. التلت الأخير من الفرقة تقريبا ما بيعملش أي حاجة، سواء كان كريم فؤاد، حسين الشحات، وطبعا صلاح محسن. الخطورة اللي شفناها كلها كانت شوطات من بره المنطقة من خلال قفشة وإمام عاشور، ومفيش حاجة منها راحت ناحية الجول. وعلى ذكر الشوط من بره المنطقة، عشان ده كمان عامل أزمة مش فاهمها، أي لعيب في فرقته قبل ما يجي الأهلي تلاقيه عمال يرزع صواريخ من بره المنطقة في المقصات، مفيش حد طايله، سواء كان إمام عاشور، قفشه، وقبليهم كان عبد الله السعيد، وقبليهم كان معتز اينو واحمد حسن الصقر. اللعيب في فرقته تلاقيه خارب الدنيا شوطات من بره المنطقه، تقول هو ده بس اللي هيحل المشكله دي، هو ده اللي هيضيف النقص للاهلي. يجي الاهلي تلاقيه بيشوط مفيش ولا كره راضيه ترشق في الجول، عامله زيها زي مشكله المهاجم بالظبط. انا مش عارف في ايه. الواد امام كان خارب الدنيا مع الزمالك بالشوط من بره المنطقه، من ساعة ما جه الأهلي مفيش ولا واحدة راحت منه جوه الجول، مش عارف ليه كده. كرة واقفة مع الأهلي من أول الموسم ومش راضية تخش، مش عارف ليه. في حالة نحس.